مع بيبرس اكاديمي هنتعلم حاجه جديده النهارده. يلا بينا. عندنا جدول زي كده في البرودكت والجروب بتاعنا وفي الموديل وفي الكوانتيتي والسيلز لبعض السنين الموجوده عندنا. محتاجين نحوله بالطريقه دي او بالشكل ده للشكل ده، يبقى منظم. عندنا ادي الجروب، ادي البرودكت، ادي الموديل واليير والكوانتيتي بتاع كل يير والسيلز بتاعتها. بيجي لنا داتا كتير بالطريقه ديت، واحنا عايزين نعمل حاجه دايناميك تشتغل وما نقعدش نعدلها مانوال كل مره. هنعمل ازاي ده على الكويري؟ ركز معايا. اول حاجه احنا هنعمل الجدول ده كده كنترول تي عشان نعمله تيبل. بعد كده هنخش نوديه على الكويري من داتا، هنقول له فروم تيبل اند رينج. هيفتح معانا الكويري بتاعنا، هنلاقي بقى شويه التظبيطات اللي احنا محتاجين نعملها عشان نوصل بالجدول المطلوب. اول حاجه احنا محتاجين اول صف ده اللي هو فيه الكوانتيتي وفيه السيل. عايزين نشيل اول صف. هنيجي من هنا كده من ريموف رو، نختار توب رو، نختار هنا هنقول له اول صف بس اللي محتاجين نحذفه. هيبقى عندنا الصف بالطريقه دي. تاني حاجه احنا محتاجين نخلي الهيدرز بتاعنا دي التواريخ ديت ونشيل كلمه الكولوم دي. فهنعمل هنا من فيرست رو از هيدرز. فكده الهيدرز بتاعنا بقى موجود. اول حاجه اهوت عندنا هنحتاج نغير اسماء الحاجات ديت، يعني دي هنخليها جروب، وده كده هنخليه برودكت، واليير ديت هنخليه موديل. يبقى احنا كده ظبطنا الاسماء اللي موجوده في اول ثلاثة، وبقيه الهيدرز الموجوده عندنا بالسنين. تاني حاجه احنا محتاجين نملى الحاجات اللي موجوده عندنا فيها نال تحت كل جروب او حاجه. هنعلم على عمودين، نختار من هنا ترانسفورم، نيجي على فيل، نعمل فيل داون. اصبح كده قرر لي في الاماكن قدام الحاجات بتاعتها الجروب والبرودكت. الخطوه اللي جايه احنا هنعلم على الثلاث عواميد الاساسيه عندنا، الجروب والبرودكت والموديل، ونعمل كليك يمين ونقول له unpivot other column. هتلاقيه قلب معانا هنا ادي السنين. طبعا ترجم السنين هي ممكن انها مترجمه كوانتيتي وسيلز، ان ديت عاديه، دي اندرسكول واحد. طب احنا عايزين نعرفه ان ده الكوانتيتي وده السيلز بتاعنا. هنعمل ايه؟ خش هنا على conditional formatting، ونقول له ايه في العمود اللي هو attribute، يحتوي على اندرسكول دي، دينا سيلز، و also ادينا quantity. نعمل اوكي. هنلاقي العمود كده بالنسبة لنا الأرقام بقت معروفة، ادي الكوانتيتي وادي السيلز اللي موجود. هنغير دي المسمى نخليه year. هنعلم على العمود اللي عندنا ده اللي هو فيه عشان نشيل اندرسكول واحد بتاع السنين. خلاص احنا عرفنا انت كل فترة الكوانتيتي بتاعتها والسيلز بتاعتها، فمش محتاجين التصنيفة دي. فهنعلم على العمود ده كده ونعمل اكستراكت، نختار الفيرست كاركتر، نختار 4 حروف ونعمل اوكي. هنلاقي كده عامل معانا السنين بالطريقة دي. دي مش محتاجينه خلاص، نعمل له ريموف ونسمي دي اليير. كده فاضل لنا خطوة ان احنا نترجم العمود، يبقى هنا كوانتيتي وهنا السيلز. اختار العمود دوت بقى، ونيجي هنا كده البيفوت كولوم فاليو، ومش محتاجين نجمع الفاليو ونعمل اوكي. هنلاقي هنا كده بقى الكوانتيتي ادي عمود وادي السيلز عمود لوحده بالارقام بتاعتها. وكده الامور بالنسبة لنا الجدول جاهز. فعمل كلوس لود تو، وممكن نختار الشيت براحتنا اللي احنا محتاجينه هنا مثلا، ونعمل اوكي. وجينا بصينا كده على الجدول هنلاقيه نفس الجدول اللي احنا كنا متارجتين ان هو يتعمل، ويبقى كده حاجة دايناميك عندي. كل ما ازود
المعلومات او البيانات بالطريقة دي هتتحدث معايا هنا في الجدول اوتوماتيك. وبس كده.